اكتر وصفة عجبتني هي الكيكة دي، وكيكة الشوكولاتة فيها تحفة، والحلو في الوصفة دي كمان وعجبني فيها قوي ما فيهاش سكر، وسكرها مظبوط، وبالذات لمرضى السكر، وبتاكلوا منها كميات وبدون ملل، ما بتزهقوش منها خالص. هتجربوا النهاردة احلى قدرة قادر كيكة شاربة من الصوص بتاع الكراميل، وبيكون تحفة كمان. وكل ما تسيبوها اكتر مع صوص الكراميل ومع الكراميل نفسه، تسيبوها عدد اكبر في التلاجة، بيدوكوا طعم وطراوة، والكيكة بتكون طرية وبتكون تحفة جدا. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. هنبتدي بالوصفه. اول حاجه هنجيب كيلو من اللبن او لتر من الحليب زي ما بتسموه، وهنجيب 2 باكو من كريم الكراميل اللي هو الجاهز. عايزين تعملوا الكراميل من اوله لاخره برضو انتوا تعملوا في البيت برضو براحتكم، بس انا هنا جبت كيلو من اللبن وعليه من 2 باكو من الكريم الكراميل، وبنقلبه مع بعض على البارد، وبعد كده بنرفعه على النار. حابين تزودوا سكر، بس هو الكريم كراميل فيه سكر، مش محتاج ان احنا نضيف له سكر. احنا برضو مش عايزين نحط سكر كتير في الوصفه دي كمان، عشان برضو مرضى السكر ياكلوا من الوصفه دي. فهي تحفه جدا مع الكريم كراميل، مش محتاج سكر. يبقى هنضيف هو كيلو اللبن عباره عن 4 كوبايات، كل كوبايتين على الباكو الكريم كراميل. علب الكريم كراميل بيبقى جاي معاها كمان اللي هو السكر المكرمل ده، او الصوص اللي هو بتاع السكر اللي لونه غامق ده، بندهنه في الصينيه. احنا هنعمل هنا هنستخدم كيس واحد، والكيس التاني هنسيبه للاخر خالص نبقى نزين بيه، وهنبدا نحط الكريم كراميل. انا هنا برضو لقيت الكريم كراميل زايد شويه، فهبدا احطه في طبق تاني صغير. برضو تقدروا تضعفوا الكمية او تعملوها للنص عادي براحتكم. انا هنا بس طبق جه كبير شوية عليها، بس انا حطيته في طبق اللي هو قدامكم ده، وحطيت الصوص فيه، دهنت الصوص فيه. تقدروا تحطوا الكميه عامه بتاعه الكريم كراميل في القالب اللي قدامكم، بس انا حسيته كتير كده شويه، فحبيت الحبه او الشويه اللي فاضلين حبيت احطهم في طبق خارجي وكده. بعد كده هنبتدي نعمل الكيكه اللي بنحطها فوق الكريم كراميل. هنسيب الكريم كراميل بره، مش هندخله التلاجة، عشان لو دخلناه التلاجة هيعمل هيكون بارد كده شويه، وهتيجي تحطوا عليه الكيكه فهتفصل الكريم كراميل عن الكيكه، ومش هيكونوا فوق بعضهم. فانا حبيت ان انا ما سيبته بره، ما حطوه، مش دخلته التلاجة وكده. بعد كده هنعمل كيكه عباره عن ايه، معلقتين ونص من الكاكاو، عليهم في كله في الخلاط، عليهم كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن. وهناخد هنضربه في الخلاط، وبعد كده هناخد نص كوبايه منه كده او كوبايه الا ربع، وبعد كده هنضيف له بيضتين وشويه من الفانيليا السايله. في طبق خارجي كده كوبايتين من الدقيق، عليهم باكو من البيكنج باودر ورشه من الملح، وهنحط عليهم الخليط كده كله اللي في الخلاط بعد ما ضربناه مع البيضتين. هيطلع معاكي حلو خالص مع بعض. هتبداي تقلبيه مع بعضه كده. هي دي الكيكه، يبقى بيضتين بس هتعملي احلى كيكه، وهتبقى كيكه بالشوكولاته، وهتكون تحفه، ومع الكراميل بتكون جميله جدا. هتبداي تقلبيه بمضرب سلك او بسباتولا او باي حاجه، هيطلع معانا. لو كان تقيل معاكي كده ولا حاجه، زودي له شويه من اللبن. انا هنا زودته شويه من اللبن عشان يفك الخليط معايا شويه، فحسب الدقيق عندك، دقيق تبع حاله الدقيق. فانا ده هنا انا ضفت له بعد كوبايه الدقيق معلقتين ولا 3 من اللبن، وطلع معايا برضو حلو خالص. انا هنا الكريم كراميل مش دخلته التلاجة عشان ما يفصلش بينه وبين الكيكه، ويكونوا متماسكين مع بعض وحلوين خالص. هي بقى هتقولي لي هتطلع ازاي، هي بقدرة قادر هتبقى تحفة معاكي، وهتفصل بين الاتنين، وهتكون تحفة، وهترفع معاكي الكيكة. اهم حاجة بخلة كده او بخشباية كده، وتبدأي تطلعي منه الفراغات. مية مغلية وفي صينية، وتحطي صينية الكريم كراميل والكيكة في مية سخنة كده، وتدخليها في الفرن على درجة حرارة 160 على الرف اللي في النص. ممكن ما تشغليش من فوق كمان، وبتطلع معاكي تحفة. اهم حاجه الميه المغليه دي او السخنه تكون في الصينيه، النار تكون متوسطه عشان الكيكه تستوي والكريم كراميل ما يتحرقش معاكي. هنا برضو الكيكه حسيتها ان هي كتيره شويه في الصينيه، دخلتها في قالب تاني ودخلتها الفرن برضو مع الصينيه دي، وطلع معانا تحفه جدا. اي حاجه مش هنسيبها، كله بنعمله. وبرضو عملت كام وصفه متكامله. احنا هنا بنعرف الكيكه مستويه وحلوه ازاي. اول ما بندخل فيها الخشبيه، اهم حاجه عود الشيش دي او الخله، اول ما بتدخليها فيها مش تدخليها لاخر، عشان الكريم كراميل هيطلع معاكي في الخشبه. فاول حاجه بتدخلها على حاجه بسيطه كده وشويه بسيطه خالص، طلعت معاكي ما فيهاش اي عجين، ما فيهاش اي حاجه، يبقى الكيكه مستويه. هتاخد معاكي 40 دقيقه على درجه حراره متوسطه، بتطلع معاكي تحفه. هتدخليها التلاجة، اول ما تبرد تسيبيها بره تبرد، تدخليها التلاجة، هتاخد معاكي 6 ساعات، او تبيتيها من بالليل للصبح. بعد كده بتطلعها من التلاجة، وتحطيها برضو في ميه سخنه لمده 3 دقايق، عشان خاطر ان الكريم كراميل يفك معاكي وينزل معاكي بكل سهوله.
هنا انا بوريك الصينيه مش ملزقه ومتماسك الكيكه مع الكريم كراميل وطالع معاكي تحفه كمان، وشاربه من الصوص. هنا الكيس اللي انا بقول لك سيبيه ده عشان نزين بيه برضو، لو الناس اللي بتحب الصوص اللي هو الكراميل ده بيكون تحفه جدا. اهم حاجه تسيبيها من بالليل او تسيبيها على الاقل 6 ساعات، بتاخد في الفرن 40 دقيقه، بتاخد في التلاجة من 6 ساعات، او تبيتيها من بالليل بتطلع معانا تحفه جدا. شاربه من الكراميل، كل ما تسيبوها في الكراميل بتشرب من الكراميل كمان وبياخد منه، وبتكون حلوه خالص. دي من احلى الوصفات اللي بتعملي بيها قدره قادر، او الكيكه بتاعت قدره قادر بتكون تحفه جدا. ما تخافيش، حتى لو كانت الكيكه سايله شويه بتنزل مع الكريم كراميل بتطلع معاكي في الفرن، بتفصل عن بعضها، عشان كده مسميينها قدره قادر، وبتكون معانا تحفه جدا. اهم حاجه تحطي حاجتين، الميه السخنه وانت بتدخليها الفرن، واهم حاجه تانية هتحطي القالب في حمام ميه سخنه كمان اول ما بتطلعيه من التلاجة عشان يفك معاكي. هيطلع معاكي بكل سهوله. ده القالب اللي انا عملت فيه الكيكه اللي هي فاضله معانا كده، برضو حبيت ان انا مش اسيبها، حطيتها في قالب وطلع معانا تحفه. صوص الشوكولاته نص كوبايه اللي احنا برضو حشناه، ده فكيته بحبه لبن كده او بشويه لبن، وفك معانا وطلع تحفه كمان. وكمان كيكه الشوكولاته هتدخل جواه حلوه خالص. تبداي تقطعيه مرتفعه، شكلها حلو، وتقدري تقدميها للضيوف، تحطيها على سفرتك بتكون تحفه. عملنا كام صنف قدره قادر، وعملنا كريم كراميل برضو. هي القالب طلع كبير شويه في الكريم كراميل، بس برضو مدينا الشكل اللي بيتقلب بكل سهوله. فاحنا هنا من بيضتين بس عملنا احلى كيكه، وضفنا عليها صوص شوكولاته، وعملنا كريم كراميل وضفنا عليه صوص الكراميل، وعملنا قدره قادر اللي هي كيكه مع كراميل مع بعضه. فبتقدري تعملي اشكال، وكمان مش بيكلفك كتير ومش مكلفه، واي حد ممكن يعملها، ومش برضو مش مكونات كتير ولا حاجه. ما اعتقدش ان الوصفه دي هيختلف عليها اتنين. متماسكه، شكلها جميل، طعمها حلو وتحفه.